تم تشكيل منظمة السارة ضمن مخيم نوروز عام 2022 بشكل رسمي. تم افتتاحها ضمن المخيم، وصار لي إدارية مستلمة منظمة السارة صار 3 سنوات. صفة العمل كمنظمة السارة ضمن مخيم نوروز: إعطاء جلسات دعم نفسي، إعطاء جلسات توعية بشكل عام ضمن المخيم حسب متطلبات المجتمع المحلي. أحيانا نضطر ننزل إلى ساحة الميدان كمان نعطي جلسات توعية خاصة. في نقاط ضعف نشوفها ضمن المخيم نحن ننزل لعندها كمان. تم افتتاح مشروع مهني خياطة للبنات تدريبية هالفترة، وأجرينا عدة نجاحات من خلال هالتدريبات. منظمة السارة إلى دور كتير كبير وفعال ضمن المخيم من خلال جلسات التوعية، تقوية المرأة، يعني إثبات ذاتها من عدة مشاريع، من عدة مفاهيم، يعني من خلال الجلسات الحوارية مع الآباء، مع يعني فئة الشباب. يعني المنظمة السارة تشتغل مع كافة الجهات، يعني ما تاخذ بس المرأة بس، لا نتخذ كل الاتجاهات الثانية، ما ناخذ شخص ونهمل أشخاص ثانيين. يعني مثلا اليوم نعطي جلسات للآباء، يمكن بعض الأشخاص ماخذين نظرة غلط عن المنظمات بشكل عام، بس وقت يجوا يشوفوا يحضروا هالجلسات يحسوها مساحة آمنة، وصار عندنا تزايد وإقبال أكثر من خلال جلسات الآباء وجلسات يعني الشباب الشابين. يعني هل المراهقين والمراهقات عملنا كمان أكثر من جلسة للمراهقين والمراهقات عن الاستغلال، عن الابتزاز الإلكتروني، عن الانتحار، المخدرات، عن عدة أمور نعمل لها الشباب. حماية المرأة، مناهضة العنف عن المرأة، يعني تعدد الزوجات، القتل، الضرب، الشتم، لا سمح الله الانتحار، الاغتصاب، عدة محاولات الانتحار. أبرز حاليا نحن نعطي أبرز شيء هلا عم نعمل جلسات، أول جلسات ترفيهية للبنات خاصة للمراهقين والمراهقات، هاي أكتر نقطة مركزين عليها. والبنات عملنا دورات مهنية خياطة ذكرنا قبل كمان. جلسات ضمن الجلسات المهنية للخياطة نعطي أيضا جلسات توعية البنات والفتيات على عدة أمور. مثلا نعطي عن الابتزاز الإلكتروني، هو أخطر شيء حاليا، عن الاستغلال الجنس، عن الاستغلال بشكل عام، عن العنف، عن مفاهيم حرية المرأة الغالطة، يعني المغلوطة. يعني في بعض النساء تفهم مفهوم الحرية بالطلعة، بالفوتة، بالتنمر. عن التنمر لا، الحرية حرية الفكر، يعني مشاركة الرأي والرأي الآخر، يعني عدة مواضيع مرة عن طريق بما أنه نحن مجتمع محلي، أي نقاط ضعف موجودة ضمن المخيم نتوجه إلها. وفي قادة مجتمع ضمن المخيم مثل الكومينات والمجالس يتم التواصل معهم ونحدد نقاط التواصل ونتوصل إليهم. عم نعتمد على هالأمور هاي، يعني معظم الأشخاص يشاركونا، يعني لدينا متطوعات ضمن المخيم من فئة المراهقات ومن فئة النساء قادة المجتمع، وأيضا الكومينات والمجالس. أعضاء الكومينات والمجالس كمان لهم تداخل عظيم، ولجان المرأة. من يعني ما نهمل أي شيء، حكيت لك إنه نحن ناخذ كل الفئات كمنظمة السارة. أكثر شيء بنركز عليه بالمخيم هين الاستغلال الجنسي والتحرش والابتزاز الإلكتروني والعنف. الاستغلال الجنسي لأنه نحن هين مجتمع مختلط. بما أنه نحن مجتمع مختلط، ونظرة المجتمع الخارجي إن نظرتين كمجتمع خارجي، ونحن مجتمع محلي هون ضمن المخيم. النظرة الأولى اللي ينظرها إليك المجتمع الخارجي نظرة فوقية ونظرة استغلال. من هالجهتين يعني نعطي البنات أو الأمهات توعية عن هالأمور هاي، لأنه نحن منطقة صحيح بلدنا وصحيح إنه جينا على هالمكان وهاي، بس ببعض الأشخاص يعني يستغلون المرأة بشكل عام. نعطي جلسات الاستغلال. التحرش، معظم النساء بالمخيمات تتعرض للتحرش، والعنف موجود بكل المجتمعات، بس إن شاء الله من خلال الجلسات اللي عطيناها يعني صار تجاوز فعلا، يعني حد جدا جدا ملحوظ. صارت النساء عندها إرادة أقوى، صار عندها اسماء، يعني إصرار الاستمرار، صار انضباط بمواعيدها. يعني صارت هي تجي، صار عندها دافع قوي تجي تتطوع. يعني كلمة المتطوعة إن تجي تخدم، يعني حبت هالمجال لحتى تجي تخدم بيه.
صارت عندها دافع كتير قوي، استفادت من عدة خبرات من خلال يعني حتى عفوا يعني حتى إذا بدها تروح على مجال عمل صارت عندها إرادة قوية وصار عندها وعي كافي. يعني أي مجال عمل تدخله عندها كامل المعلومات ويعني كامل الإرادة والقوة، يعني ما عندها تردد ولا خوف. في حالة ابتزاز إلكتروني صارت عندنا هنا ضمن المخيم من خلال جلسات التوعية اللي عطيناها. اجت البنت أبلغت وتم معالجتها، هاي تعتبر مبادرة قصة نجاح. وأيضا حالة التنمر، صارت عندنا كمان حالات تنمر، بنات مراهقات بين بعضهم، كسرنا هالحاجز، هاي كمان نعتبرها مبادرة لحتى البنات صارت ألفة وتحابب بيناتهم، ومن خلال هالألفة والتحابب والانسجام بين بعضهم قدروا يعملوا مسرحية للزواج المبكر. وكمان قضينا على ظاهرة الزواج القاصر، لا يعني ظاهرة الزواج المبكر كمان صار عندهم وعي أكثر، إنه يعني خذنا أكثر من جلسة توعية حسب المبدأ اللي هم بدي إياه، حسب النموذج اللي طلب البنات. عدة أمور يطلبوها نعطي جلسات توعية عليها، سواء صحية أو تثقيف صحي. طبعا نحن منظمة سارة ما عندنا تثقيف صحي، بس في جهة ثانية نتواصل معها يجي يعطوهم جلسات توعية. وكمان مشروع الخياطة اللي عملناه كمان طلع قصة نجاح كتير حلوة للبنات. هلا في عنا أعداد، إذا أقول لك ألف يمكن قليل لأنه مخيم كامل، بس حاليا الخياطة نحن هون عنا المخيم هلا عنا 60 بنت استفادوا من مشروع الخياطة، الدورات المهنية. وده بشكل عام التوعية بشكل عام بالمخيم تقريبا 90% المخيم استفاد من جلسات سارة. صعوبة التنقل أول شيء، وثانيا صعوبة بعض الأشخاص نلاحظ أنه لسه عندهم الذهنية الذكورية، تسلط العادات والتقاليد. الحالات النساء الحساسة أول خطوة نحن نتم الوصول هالنقطة قبل ما هي تجي لعنا، لأنه نحن مجتمع مختلط، حكينا مجتمع شرقي، عادات تقاليد في يعني جدا جدا يعني فوق ما تتصوري. فيه هون عندنا تشدد من هالمواضيع هاي، بس نحن نروح بغير طريقة لحتى نزور هالشخص نطمن عليه، لحتى نشوف سلبياته وإيجابياته ناخذ منهم، بعدين نحدد موعد ونتم زيارة المركزين. ونحن مرشدة نفسية كمان، أيضا أنا مرشدة نفسية أعطي جلسات ضمن المركز، مراقبة الحالة لفترة أطول ما يكون، واستمرارها ودمجها ضمن الأنشطة اللي نعملها ضمن المركز. خططنا القادمة توسيع المركز منظمة سارة، لأنه صار علينا استهداف أكثر من قبل النساء، سلطنا الضوء أكثر من خلال دورات الخياطة، ومكان جدا ضيق هون. وخططنا توسيع المشروع وافتتاح أكثر من مجال، مثلا دورات لابتوب، دورات اللغة الإنجليزية، يعني وتقوية للبعض، يعني ببعض البنات منقطعات عن التعليم فترة ما. حكينا مع معظم الأساتذة راح يساعدونا كمان نعطي دورات تعليمية مجانية للبنات ضمن المركز، بس المكان جدا ضيق. عم نطلب من الجهات المعنية انه توسيع مركزنا لحتى نباشر الموضوع، يعني توسيع اكثر وانشطة اكثر للبنات والنساء ضمن المخيم.